انا دلوقتي جوه المقبره بتاعت توت عنخ امون. دي الموميا بتاعت الملك توت عنخ امون. دي الرسومات اللي موجودة على المقبرة اللي هي بتبين رسومات طقس فتح الفم اللي عادة بيعملوا الوريث للملك اللي ميت. يعني الملك المتوفي في الصورة دي اللي هو اللابس أبيض اللي هو الملك توت، واللي بيعملوا طقس فتح الفم هو الوريث بتاعه أو الملك اللي هيجي بعديه اللي هو كان اسمه آي، اللي هو الملك آي اللي هو دي كانت مقبرته أصلا. وادي قدامنا اهو التابوت بتاع توت عنخ امون. ده التابوت اهو. احنا شفنا الموميا بتاعته. دي الرسومات اللي هي نقل الموميا بتاعته زي ما احنا شايفين اهو. دي بقية الرسومات اللي موجودة على الحيطان في غرفة الدفن. الرسومات اللي بتمثل قرود البابون اللي هم بيمثلوا ال 12 ساعة بتوع اليوم. ودي الأوضة الأخرانية اللي هو كان موجود فيها الصندوق اللي كان جواه الأحشاء بتاعة الملك توت عنخ آمون. دي كانت الأوضة اللي كان فيها كل المقتنيات بتاعة الملك، وده التابوت بتاعه اهو. في الرسومات الصور اللي قدامنا دي بتبين اللي هو لحظات اكتشاف المقبرة والموقع بتاعها. يعني الصورة اللي قدامنا دي ده المكان اللي كان فيه المقبرة، ودي لما المقتنيات اللي كانت موجودة جواها. دي الرسمة اللي بتبين لورد كارنارفون الراجل اللي بيمول الحملة، وهوارد كارتر المكتشف الفعلي للمقبرة. ادي هوارد كارتر اهو، وادي لورد كارنارفون. تمام. انتوا هتفتكروا طبعا هوارد كارتر ولورد كارنارفون من الحلقة اللي احنا عملناها عن الترومبت او الزمارة بتاعة الملك توت. وادي غرفة الدفن بتاعة الملك، ودول التمثالين اللي كانوا بيحرسوا غرفة الدفن. دي صور تانية اهي. ده الشراين اللي كان محطوط جواه التابوت بتاع الملك، وادي تابوت الحجر. ادي التابوت ذات نفسه اللي كان جواه الملك توت. احنا عارفين ان الملك توت كان مدفون في 4 توابيت، يعني التابوت الحجر جواه تابوت تاني من الخشب المطلي بالذهب، جواه تابوت تالت من الخشب المطلي بالذهب، لغايه التابوت اللي هو الانر موست او التابوت الاخراني خالص اللي هو معمول من البيور جولد، ده اللي اتلقى جواه المامي. وهنا قدام الصوره اللي قدامنا ده بيبين انوبيس، ووراه الصندوق اللي كان جواه الاحشاء بتاعه المتوفي. وفي اللوحة الأخيرة عندنا التصميم بتاع المقبرة، تصميم المقبرة والرسومات بتاعتها.